السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من أخبار النادي الأهلي. نبدأها معاكم بالعناوين، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أول رد فعل من الأهلي بعد رفض بيراميدز حكم الموقعة المرتقبة. تحديد اسم المرشح الأول لخلافة خوسيه ريفيرو في الأهلي. رأي مفاجئ من نجوم الأهلي بشأن مصير ريفيرو، وموقف مشاركة إمام عاشور ضد بيراميدز. صدام عنيف بين زيزو وريفيرو داخل الأهلي بعد مباراة غزل المحلة. صياح داخل بيراميدز قبل مواجهة الأهلي بسبب 3 لعيبة. بعد انتظار الأهلي ضمه، لاعب الزمالك يطلب $1,000,000 من جون إدوارد. أبدى مجلس إدارة نادي بيراميدز تحفظه على طاقم التحكيم المنتظر لمباراة الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام من 9 مساء. وأكد مصدر مسؤول داخل بيراميدز أن الإدارة تتابع عن قرب قرار اتحاد الكرة بشأن الطاقم التحكيمي للمباراة، مشددا على أن النادي سيكون له موقف رسمي في حال إسناد اللقاء للحكم الأسباني خافير البيرو. وأوضح المصدر أن هناك تحفظات كبيرة على هذا الاختيار، مؤكدا أن النادي سيطالب اتحاد الكرة بضمان العدالة التحكيمية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. وأضاف المصدر أن بيراميدز لا يعترض على استخدام حكام أجانب للمباريات الكبرى، ولكنه يصر على أن تكون اختيارات الاتحاد الكرة مدروسة بما يضمن الحياد الكامل، لافتا إلى أن بعض الأندية تحصل على ما وصفه بالمعاملة الخاصة، وهو ما لا يقبله ناديه. في المقابل لم يبد النادي الأهلي أي اعتراض رسمي حتى الآن على تعيين الحكم الأسباني، حيث أكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة سبق أن طلبت من اتحاد الكرة الاستعانة بحكام نخبة لإدارة مبارياته المهمة، وهو ما يتحرك الاتحاد لتنفيذه في القمة المرتقبة أمام بيراميدز. وتأتي المباراة في توقيت حساس مع بداية مشوار الدوري، حيث يسعى بيراميدز لتثبيت أقدامه كمنافس قوي على البطولة، بينما يأمل الأهلي في مواصلة انطلاقاته القوية والحفاظ على لقب الدوري. وتبقى مسألة اختيار الطاقم التحكيمي تحت دائرة الجدل في انتظار الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، والذي قد يحسم الموقف ويحدد رد فعل إدارة بيراميدز. تحديد اسم المرشح الأول لخلافة خوسيه ريفيرو في الأهلي. كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كرة كل يوم على قناة الحياة عن وجود أصوات داخل النادي الأهلي تطالب بإنهاء التعاقد مع المدير الفني الحالي والتفكير في الاستعانة بالمدرب البرتغالي جوميز ليقود الفريق في المرحلة المقبلة. وأوضح شحاتة أن هناك حالة من الجدل بين أعضاء إدارة القلعة الحمراء، حيث يرفض الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي فكرة ترحيل ريبيرو بعد مرور 3 جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز، مفضلا الانتظار لحين مواجهة بيراميدز قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن الجهاز الفني. وأشار مقدم البرنامج إلا أن محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية، شدد خلالها على ضرورة غلق ملف العقود والتركيز فقط داخل الملعب، مؤكدا أن النتائج الأخيرة لم تكن على قدر طموحات الإدارة والجماهير، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تراجع في الأداء أو النتائج. وفيما يخص موقف إمام عاشور، أوضح شحاتة أن اللاعب أبدى رغبته في المشاركة أمام بيراميدز بعد أن أثبتت الأشعة التئام كسر عظمة التركوة الذي تعرض لها مؤخرا، غير أن الجهاز الطبي للفريق رفض منحه الضوء الأخضر للمشاركة، مفضلا الانتظار ومنحه مزيدا من الوقت. وأكد الأطباء أن الدفع باللاعب في الوقت الحالي قد يعرضه للمضاعفات خطيرة، مشددين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي المقبلة لإعداده تدريجيا عبر المباريات الودية حتى يعود بكامل جاهزيته الفنية والبدنية. خبر مفاجئ من نجوم الأهلي بشأن مصير ريفيرو. كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامج بلس 90 عن كواليس محاضرة خوسيه ريفيرو المدير الفني للنادي الأهلي مع لاعبيه عقب مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل. وأوضح أمير هشام أن ريفيرو حرص على الإشادة باللاعبيه خلال الجلسة الفنية، حيث أثنى على السيطرة والاستحواذ والالتزام التكتيكي، لكنه في الوقت ذاته انتقد إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدا على أن ضرورة استغلال أنصاف الفرص في المباريات المقبلة. وأشار إلى أن المدرب الأسباني تعامل مع الموقف بهدوء شديد بعيدا عن الانفعال أو فرض عقوبات، وهو ما لقى ارتياحا كبيرا لدى اللاعبين. وأضاف هشام أن عددا من لاعبي الأهلي أشادوا بعمل ريبيرو في الفترة الأخيرة، معتبرين أنه يطبق فكرا فنيا مميزا رغم شكواهم من قسوة الحمل البدني في التدريبات. ومنح المدير الفني لاعبيه تدريبات استشفائية على مدار اليومين الماضيين لتخفيف الضغط البدني وتجهيزهم بالشكل الأمثل. وفيما يخص موقف إمام عاشور، أوضح هشام أن قرار مشاركته لم يحسم بعد، حيث سيتم تحديد موقفه عقب مران الغد. وأكد أن اللاعب سيكون ضمن قائمة الفريق حال جاهزيته الفنية والبدنية ودخوله في التدريبات الجماعية بقوة. صياح داخل بيراميدز قبل مواجهة الأهلي بسبب 3 لعيبة. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل على استاد السلام
ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وسط غيابات مؤثرة في تشكيلة الفريق. وأكد مصدر داخل بيراميدز في تصريحات خاصة لسيفن كورة أن رمضان صبحي جناح وصانع ألعاب الفريق سيكون خارج حسابات الجهاز الفني للمباراة بعد تقييم المدير الفني للوضع الفني والبدني وعدم المجازفة باللاعب في مواجهة قمة الدوري. وفي سياق متصل يدرس الجهاز الطبي في بيراميدز إرسال مصطفى فتحي إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة وعلاج الإصابة بمزق في عضلة الفخذ والتي تجددت خلال التدريبات الأخيرة مسببة له آلاما متكررة، مع وضع برنامج تأهيلي دقيق لضمان عودته للملاعب بأمان خلال الموسم الجاري. كما يغيب محمد الشيبي عن مواجهة الأهلي بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام مودرن سبورت والتي انتهت بخسارة بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليتم إيقافه وفقا للوائح رابطة الأندية. غياب الثلاثي صبحي وفتحي وشيبي يمثل تحديا كبيرا للجهاز الفني خاصة في مباراة القمة المرتقبة التي تحمل أهمية كبيرة على صعيد المنافسة على اللقب. بعد انتظار الأهلي ضمه، لاعب الزمالك يطلب $1 مليون من جون إدوارد. يبدو أن ملف تجديد عقود اللاعبين داخل نادي الزمالك ما زال يسير الأزمات، وهذا المرة مع مدافع الفريق الذي رفع سقف مطالبه المالية بشكل غير مسبوق، ما يتسبب في صدمة للجهاز الفني والإدارة على حد سواء. مصادر مقربة من القلعة البيضاء أكدت أن اللاعب حسام عبد المجيد طلب من جون إدوارد المسؤول عن التعاقدات في الزمالك الحصول على $1 مليون في الموسم الواحد من أجل الموافقة على تجديد عقده. $1 مليون في الموسم الواحد تعادل أكثر من 45 مليون جنيه مصري، بعدما كان الرقم المطروح سابقا لا يتجاوز 30 مليون، حيث برر عبد المجيد طلبه بأن سوق المدافعين في مصر ضعيف للغاية، وأنه أحد الأسماء القليلة التي تمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفنية في مركز قلب الدفاع. إدارة الزمالك رفضت بشكل قاطع هذا المطالب، معتبرة أن الرقم الذي حدده عبد المجيد مبالغ فيه ولا يتناسب مع السياسة المالية للنادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي. ووفقا لمصادر نفسها فإن الزمالك بدأ يفكر بجدية مع بيع اللاعب حال وصول عرض خارجي مناسب بشرط ألا تقل قيمته عن $4 مليون، وذلك لتجنب خسارته مجانا مع اقتراب عقده من نهايته في صيف الموسم المقبل. جدير بالذكر أن حسام عبد المجيد كان هدفه سابقا للأهلي في فترة الانتقالات، حيث تابعه أكثر من مرة، ووضعت إدارة التعاقدات اسمه ضمن قائمة المدافعين المطلوبين قبل أن تغلق الصفقة لأسباب مختلفة. لكن مع تعقد ملف تجديده داخل الزمالك يبقى مستقبله مفتوحا على كافة الاحتمالات، ومن المتوقع أن الزمالك يواجه أزمة جديدة في ملف التجديدات وسط محاولات لإيجاد حل يضمن الاستفادة من اللاعب سواء داخل الملعب أو من خلال بيعه.